تخيل تصحى الصبح تلاقي نفسك بتتكلم لهجتين في نفس الوقت، او جسمك بيتهيأ له ان في نمل ماشي عليه طول اليوم. هتقولي ده فيلم رعب؟ هقولك لا يا سيدي، دي امراض حقيقية جدا حصلت في العشرين سنة اللي فاتت. الألفية الجديدة جابت معاها أمراض غريبة ما كانش حد بيسمع عنها قبل كده، زي مثلا تلازمة اليد الغريبة، إيدك بتتحرك لوحدها. ماتت من غير ما تقول لها تعمل ايه، بالظبط كده زي فيلم تامر حسني كان اسمه تقريبا مش انا. في مرض تاني مفيش انترنت، وده بقى مرض العصر الرسمي. خوف المرض ان انت تكون عايش من غير موبايل او شبكه. مرض الضحك المستمر حصل في افريقيا، والناس كانت بتضحك من غير سبب لساعات. تخيل بقى تحضر جنازة وتنزل ضحك زي فيلم الكيف. يعني من الاخر كده زمان كانوا بيقولوا الضحك دوا، دلوقتي ممكن يبقى مرض. واللي كان بيفتح الموبايل عشان يطمن بقى بيقفل الموبايل عشان يطمن اكتر. الدنيا دي كلها محتاجة فعلا دكتور نفسي. معايا رقم واحد اعرفه كويس، تحب اجيبهولكم؟ كنت معاكم في الدولاب.